لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بارزان خوش حالم لواني 1403 لوانكاين تفسير القرآن بيروز بيما وخزمتان بما بس رضامندي رب العالمين وهيوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بەڵخۆ شەویستا و ئاتە پیرۆزەکە لەوانەی ڕابردووش کەمێک لە خزمەتی دابووین. رب العالمين دفرمي إنا نحن نزلنا الذكر أي إنا نحن نزلنا القرآن إيمين أو قرآن من داب زاندية الذي فيه الذكرى والموعظة والشرف هم ببير هنا نوية هم آموشقارية هم شرف وقورية لبوها القراني وإنا له لحافظون وإنا له لحافظون في حال إنزاله كواتا الله تعالى دفرم إيما دامن بزاندية وإيماش دي باريزين لو كاتي كدادا بزي من استراق كل شيطان رجيم لكاتي دا بزيني دي باريزين لو كوابا هشيويك هش شيطانيك نتواني بيدي زي وبعد إنزاله لدواي دا بزاندنشي بوي كوادي باريزين بحفظ ألفاظه لفظكاني هموي باريز راوة ومعانيه وهروها واتاكانيشي باريز راوة من الزيادة والنقص والتحريف لزيادة كردن يان لكم كردن يان لقوريني ماناكي خواي قورا كفالتي بباراستني أو قرآني كردية حتى روج قيامت حتى أوكاتي كو كل حديث بيغمبر هذا صلى الله عليه وسلم يكيك لا رودا وهر قورا كاني بيشي هاتني قيامت خواي قورا أو قرآن برز دكاتوا لكاتيك دا ككسانك قدر قيمتي نازانا لو كاتي خواي قورا برزي دكاتوا لنا لاو مصحف دمينه لنا لاو سينجي هيت كسيك دمينه خواه پنامان دا يتر حتى أوكاتا خواهي قد فرمي إيما دي باريزين. ابن عثيمين ضلي فيه أن القرآن آية مستمرة إلى يوم القيامة أو آتاء أو إذا ورجيري قرآن بيروز وكو معزيق بردوامها تاروج قيامة بخلاف الآيات السابقة أو بابرين نقطيش زوهرية لنوان قرآن وكتاب كان بيشوتر. الآيات السابقة مشهودة ينتفع بها المشاهدون لها يعني ما بستي آيات السابقة أو معجزات حسيانية كلا سردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قور بي بخشيبو أواني كوا لسردمي أو دادجيان كهبتساي خويان تندين معجزيان لبيغمبر بين صلى الله عليه وسلم وكو هالقوليني أو لبيني بابلين بانزكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وياخذ تندين معجزات ديكا تندين معجزات كذيتر أو آت حسيانة أو معجزات حسيانة أواني كوا لو زمني لخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم دجيان أوان تان بيني تنها أوان ده لبو إيما بس دجير دريتوا. أما من بعدهم فإنما تصل إليهم من طريق الأخبار بلام لدواي أوان تنهاوكو خبرك كواتا معجزات حسية كان أواني كوا لقلي دجيان لخزمتي دابون تنها أوان ديان بيني بلام لبوس بابرين وكاني دواتري أواوكو قصة وخبر دجير دريتوا. ومن المعلوم أنه ليس الخبر كالعيان وكل حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة بلا يشتك بخبر لوديه بتايبتي وكو إيمي مسلمان
کە لە مەزدەرێکی صحیحەوە بە سەنەدێکی صحیح لەمان دەژێردرێتەوە باوەڕی پێ دەکەین 100%. بەڵام خەبەر وەکو معاینەنی وەکو ئەو کەسانی کە بەچای خۆی بینیتی. وأما القرآن فإنه بيننا بلام قرآن في رزتار روز القيامة لنيو هم مسلمانانا نشاهده ونسمعه ونتلوه دي بينين دي بيستين دي خينين فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى أو أن يوكو خبر يقلو ما بجير توا فيكون أعظم من الآت التي انقضت وزالت. لو القرآن بيروز قولة الله هم معزكاين تر كوا حسيب وروي دايا وكوتاي بيهاتيا. وهذا هو السر في أن القرآن كان آية لكل الناس. قرآن بيروز آية معجزة لبو همو خلشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. يتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لبو همو خلشي هاتيا للناس كافة. يتر قرآن كشي معجزة لبو همو خلشي. لو دلي من زعم أن القرآن قد حذف منه شيء الله تعالى باراستيتي تمشادكي لدواي هاتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم متاكو استا أو هم دجمني هبوه أو هم محاولاتي تحريف كرا الله تعالى هموي كشف كرديو باراستيتي هموي كشف كرديو باراستيتي يعني تمشادكي لا شوازەکانی پاراستنی خوای گەورە بۆ قورئانی پیرۆز ئەوەی کە ئێستا مەوجودە هەم مەکتوبە لە موسحەف هەیە هەم مەحفوظە لە سینجی خەڵکانێک کە خوای گەورە شەڕەفی لەگەڵ کردینە شەڕەفمەندی کردین بە حفظی قورئانی پیرۆز هەم مەسموعیشە لێستا ئەو وەسائلانی کەوا هەیە کەوا چەندین ختمەی قورئان هەیە بە دەنجی چەندین قاریئی ناوداری متقین. ئیتر خوای گەورە پاراستێتی و دەشی پارێزێت تا ڕۆژ قیامەت لێ هەر کەسێک ئیدعا بکا کە قورئان شتێکی لێ حەزف کرایە فإنه كافر بۆ ئیدعاکردنەی کافر دەبی لأنه مكذب لقول الله تعالى وإنه له لحافظون. کەسێک بڵێ قورئان شتێکی تێدا نوقسانە یان زیاد کرایە دیارە ئەو ئاەتەی باوەڕ پێ نییە کە الله تعالى دەفەرمێ إنا له لحافظون وفعلا خوای گەورەش پاراستیتی. عبد الرحمن بن ناصر السعيد دلي ومن حفظه هلا باراستني خواي قول بقرآنكي أن الله يحفظ أهله من أعدائهم. هل قراني قرآن كأهل الله وخاصته خواي قول أهلك شيد باريزي لدز دجمناني بتايبتي إيماني عند باريزي لدز دجمناني شياطين إنس وجنات وانزفريان بيبن الباري وأنا أهل الله وخاصته جعلنا الله منهم. باشان دفرم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. بس بيغمبران بيشوتر ذكا ديار مناسبة أتكرر أو بيشوتر أبي حيان ضلي لما ذكر الله تعالى استهزاء الكفار بالنبي عليه الصلاة والسلام كاتكوا الله تعالى لأت كان بيشوتر بس لو كركبت شيء كافر كان قال تبا بيغمبر ذكا صلى الله عليه وسلم وهروها ادعاء أو ذكا كقوايا حاشاه صلى الله عليه وسلم شيتا وهروها كاتكوان اقتراح دا بزاندني ملايكة ذكا لبو بار بشتبه صلى الله عليه وسلم سلاه تعالى بأن المرسلين من قبله كان ديدن من أرسلوا إليهم مثل ديدن هؤلاء معه. الله تعالى بوشي ضل نواي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ديدنو طبيعتي أو أمتاني بيشو تريش كبيغمبريان لبو هاتيا همان ديدنو طبيعتي أو أمتيك وأتو لبو أوان روانك لا بهمان شوا همان رفتار بأدبيان كده برامبر بيغمبرانيان. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي ولقد أرسلنا من قبلك لبيشت يا رسول الله نارديت من رسلا في الأمم الماضية كواتا سندين بيغمبران ما نادية لبو أمت كان بيشوتر. ابن عاشور ضليكاتي كذا فنم ولقد ديار لبو التأكيد وهل لبو لامك لبو قسمة وقد كج لبو التحقيق كواتا بلام توكيدي قسمي وبقدي تحقيق سبق الإرسال من الله
پێشووتریش لە پێشە توش خی گەورە سوبحانەهو وتەعالا کەسانێکی ڕەوانە کردی لە پێغەمبەران وەکو کاتێک کە ئەتوی ڕەوانە کردیە ئەوان چە هەڵوێستێکیان بەرەم پێغەمبەرانیان کردی هەمان هەڵوێستی لەناو قەومەکەیت و کەوا ئینکاری دەکەن و دژایەتی دەکەن کرایە لێ دەفەرمی وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي وما أتى تلك الأمم الماضية من رسول أرسله الله إليهم لدعوتهم إلى الحق كواتا أمتكان بيشو تريش هر پیغمبرێک کەوا لەلایەن الله تعالى و ناردرابی لە بۆ لای ئەوان تاوکو بانجیان بکە لە بۆ حەق إلا سخروا به وكذبوا إلا قالتان پێکردێ و هەروها بەدرۆیان زانیە ئیتر ئەوەشیان هذا تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم دڵنەواییە لە بۆ پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن كل واحد من الرسل كان مبتلى بقومه وبەڵگەی لەسەرەوەی هەموو پێغەمبەرێک کە نادرا مبتەلا بووە تاقی کرایتەوە بۆی کەوا بە چ شێوێ قەومەکەی تجاتی کردیە ابن عاشور دەڵێ إلا كانوا به يستهزئون کاتێک کە دەفەرمی ئومەتەکان پێشتریش کە پێغەمبەران ڕەوان کردیە ئیستهزام بە پێغەمبەرانیان دەکرد دەڵێ ئەو لەفظە يستهزئون يدل على تكرر ذلك منهم بۆیە بەو شێوەی کە فەرموویتی يستهزئون واتە تکرار دەبیت ئەو حاڵتە تکرار بوویتەوە ئەو حاڵتە تکرار بوویتەوە لە هەموو ئومەتەکان لە بۆ پێغەمبەرانیان إلا كانوا به كان دلت على أنه سجية لهم كان لبو ماضية كاتو طبيعتيشيان بوي قومكان يستهزئون مضارعة دل على تكرر منهم كواتا كان لبو ماضية هو دلالة لسركوانة طبيعتها هرواب وقومانا يستهزئونيش كمضارع لبو استمراريتي أو قضية تكرار بونوي أو قضية بهما الشيء دوباره بويتوا موقفيان برامبر ببيغمبرانيان إن زاد فرمي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين وكذلك ندخل القرآن قلوب المجرمين طبعا بدو الشيء اللي يقدر يتوا يقل الشوازة كان وكذلك ندخل القرآن في قلوب المجرمين أبو الشيوية قرآن دخيننا وضلي كسانيش تاوان بار فهم يسمعونه ويفهمونه جويان لدبي تيشي دقن ويعلمون أنه حق ودزان أو حق وأنه يفوق كل كلام ودزانا أو كلامه لسروي همو قسيك وأنهم عاجزون عن معارضته ودزانا أوان دستوسانا كوا رد بدنوا مع أنه بلسانهم بتابتيش كبزمان إخوان هاتيا ومع ذلك يكذبون به أو ذلك قال أوش هل بدروي دزانا شوكاني دلي كذلك أي مثل الذي سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم نسلكه أي الذكر في قلوب المجرمين كواتوكو أنا بيشوتر كوا حق كمان خستب وناودليان ديان زاني أو حق بهما الشيوة أو قرآنش دخينا ناودلي مجرم كاني قوم كيتو رازي دلي كذلك نسلكه أي هكذا نسلك القرآن في قلوب المجرمين أبو الشيوة قرآن دخينا ناو ضلي مجرم كان إتر أواني كوا بو الشيوة ليش ياندايتوا نسلكه كوا قرآن دخينا ناو ضلي مجرم كان زمخشري ورازي وغرناطي ابن القيم شوكاني وبقاعي ابن عاشور ابن عاشور ضلي أي هكذا نولج القرآن في عقول المشركين أبو الشيوة قرآن دخينا عقل بيرو هوشي مشركة كان فإنهم يسمعونه ويفهمونه جويان لدبيو وتيشي دقن لبروي بزماني خويانا ويدركون خصائصه ودزان ستايبت من ديتشي هي هنديش كش لزانان دفرمون كذلك نسلكه ناقريتو لبو قرآنك واتا قرآنك دخينا ودول دولين بل كو دقريتو لبو استهزاء وتكذيبكي وكو ابن جرير وبغوي وابن الجوزي وقرطبي وابن كثير والسعدي نحاز دلي هذا القول أي نسلك التكذيب
واتە بە درۆ خستنەوە بە درۆزانین دەخەینە ناو دڵ و دەرونی مجریمەکان. دەڵێ نەحاز دەڵێ هو الذي عليه أهل التفسير وأهل اللغة، ئەوەی کەەوە ئەهلی تەفسیر و ئەهل لوغەن لەسەر ئەوەیە ئەو هەلێک دەنکەواتە کەذلك نەسلوکه ئەو ضەمیرە دەگەرێتەوە لە بۆ تەکذیبەکەی کەواتە بە درۆزانین دەخەینە ناو دڵی کەسانێکی مجریم. دەڵێ ئەهلی تەفسیر و ئەهلی لوغە ئەو هەلێک دەنەوە إلا من شذ منهم، مەگەر ئەوانەی شازن. ومن قال بهذا القول من السلف ابن عباس وأنس وابن جريج وقتادة والحسن وابن زيد. ئیتر ئەوان هەموو دەڵێن ئەو نەسلوکه ضەمیرەکە دەگەڕێتەوە بە تەکذیب. بەو شێوەیە بە درۆزانین دەخەین ناو دڵ و دەرونی کەسانێکی مجرم، جەریمەکەیان کوفرەکەیان سەبەب بلەوەی کەوا خوای گەورە وا بکە بە درۆزانین بکەوتە ناو دڵ و دەرونیان. دیارە ئەو ئاتە لە تەفسیرەکەیدا زانایانی تر قسەیان زیاتر لەسەر کردێ، بەڵام لەبەر تەوابوونی کات دەوەستین بە پشتوانی خوای گەورە لواني داهتو دينه خزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.